بدأ ذو القرنين جولته في الأرض وهو بيدعو إلى الله والحق والعدل. ذهب إلى الغرب لحد ما وصل لمكان بتبدو فيه الشمس إنها بتغيب من وراه. الناس هناك كانوا بيظنوا إن مفيش أرض أو يابسة وراء المحيط ده. ربنا أوحى إليه إنه ملك على هذه الديار، فإما أن يعذبهم أو أن يحسن إليهم. طبعا ذو القرنين اختار أن يحسن إليهم بالعدل والحق، وإنه مش هيعاقب إلا المعتدين الظالمين، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم في الآخرة. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وده كان منهج حكمه. بعد ما أنهى ذو القرنين أمر الغرب، اتجه بجيوشه ناحية الشرق. وصل لأول مكان بتطلع عليه الشمس. كانت أرض مسطحة مكشوفة، ما فيهاش لا أشجار ولا مرتفعات بتحجب الشمس. وفعل ذو القرنين في الشرق ما فعله في الغرب، وانطلق بجيوشه لحد ما وصل لقوم بيعيشوا بين جبلين أو سدين وبينهم فجوة، وكانوا بيتكلموا بلغتهم اللي كانت غير مفهومة لحد غريب عنهم. لما لقوا ذو القرنين انه ملك قوي، عرضوا عليه المال مقابل انه يحميهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه انه يعمل لهم سد يفصل بينهم وبين يأجوج ومأجوج. طبعا ذو القرنين ما كانش محتاج لمالهم، بس وافق على حمايتهم من يأجوج ومأجوج. مين بقى يأجوج ومأجوج دول؟ اصلهم من البشر، من ذرية آدم عليه السلام، تحديدا من ذرية يافس أبي الترك اللي كانت من ذريته سيدنا نوح عليه السلام. شكلهم شكل أبناء جنسهم الترك المغول، كانوا أقوياء جدا، محدش كان بيقدر على قتالهم. المهم ذو القرنين ساعد القوم على صد يأجوج ومأجوج بعمل سد على الفجوة اللي عايشين فيها، وطلب منهم يساعدوه في ردم الفجوة بين الجبلين. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة آتوني زبر الحديد انفخوا حتى إذا جعله نارا آتوني أفرغ عليه قطرا هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. استخدم ذو القرنين وسيلة هندسية فريدة وقتها. أمر القوم يجمعوا قطع الحديد ورموها بين قمتي الجبلين لحد ما تساوت مع الجبلين. بعد كده أشعل النيران في الحديد وسكب عليها نحاس مذاب علشان يتماسك الحديد مع النحاس ويزداد صلابة وقوة. وفعلا اتقفلت الفجوة على يأجوج ومأجوج واتحبسوا فيها، لا بيقدروا يعدوا من الفجوة ولا بيقدروا يتسلقوا الجبل، وأمن القوم الضعفاء من أذاهم. وكده تكون انتهت قصة ذو القرنين الملك الصالح اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم، تحديدا في سورة الكهف. ذو القرنين في كل أمر مر بيه كان بيتبع سببه، يعني كان بياخد بالأسباب اللي ربنا مديهاله، أسباب علم، أسباب معرفة، أسباب قوة، خد بيها وبنى عليها وخطط ونفذ. ربنا لما خير ذو القرنين في طريقة حكمه وملكه، اختار أساس ملكه إنه يحكم بالعدل بين الناس، وإنه يعاقب الظالمين الطاغين في الدنيا قبل ما ربنا يحاسبهم في الآخرة. ذو القرنين كان يقدر يبني السد لوحده بمعجزة، بس أصر إن الناس تساعده. ليه بقى؟ علشان يعلمهم إنهم ما يفضلوش مستنين البطل المنقذ طول حياتهم، لازم هم كمان يشاركوا في حماية نفسهم. أصعب لحظة على أي إنسان هي لحظة النجاح. ذو القرنين بعد ما عمل إعجاز هندسي ببناء السد، ما قالش أنا عبقري، أنا اللي عملته بإيدي، قال هذا رحمة من ربي. العبرة إنك مهما وصلت لمنصب أو نجاح، افتكر دايما إن الفضل ربنا سبحانه وتعالى، وإن كل اللي عملته ده في الآخر مؤقت وهيزول. انسب دايما الفضل لله سبحانه وتعالى، واعرف إنك مهما عملت مجرد سبب لقوة ومشيئة الله سبحانه وتعالى.